ما يعرفش يعني ايه حمل، وبعدين يمرن فرقه وبعدين يخش بيها دوري. انا بكلمك على ايه اللي احنا اتعلمناه من خلال الدكاتره او من خلال الاسئله اللي الواحد كان بيسالها. وانا عن نفسي انا بسال ليه؟ ان البدايه لازم ان الاداء البدني هو اللي بيخدم الاداء المهاري، والاداء المهاري هو اللي بيخدم الاداء البدني. بمعنى لو انا عندي مهاري كويس جدا وعندي بدني قليل مش هستفاد باللعيب. وكتير شفنا لعيبه في الدوري المصري المهاره عندهم عاليه جدا والبدني ما فيش. يعني احنا شفنا واحد مثلا زي حازم امام مثلا، حازم امام كبير. حازم امام الكبير ما شاء الله مهاراته جيده جدا، وراح اودينيزي الايطالي ما قدرش يستحمل التدريب اه مش الماتش. ليه؟ عشان عضله مش مكيف ان تدريب، لازم تتمرن كويس عشان تلعب كويس. بالتالي المفروض عند المدرب عندك عشان تعمل فتره اعداد كويسه تقدر تخش بيها في منافسات يا كابتن نادر من 8 اسابيع ل 12 اسبوع من خلال الماتشات الوديه. يعني ما اقدرش اعمل 3 4 اسابيع من 8 ل 12 اسبوع. من 8 ده المثاليه. ممكن يبقوا 9، ممكن يبقوا 10، ممكن يبقوا 11، لكن ما يبقوش من اقل من 8. ممكن يبقوا 8، ممكن يبقوا 7، بس تبقى مضغوطه بحمل معين. تمام. ليه؟ لان انا بعمل فتره اعداد ليه؟ عشان اللعيب يستحمل الحمل في الماتش، عشان يقدر ينفذ لي اللي انا عايزه من خلال رؤيه المدرب للعيب. الكلام عن فتره الاعداد ده ياخدنا لسؤال تاني عن الاستثمار، وخصوصا ظهور الاستثمار في الانديه حاليا بيقلل فتره الاعداد. كنت عايز اعرف راي حضرتك في الاستثمار اللي بيتم حاليا في مصر. طب نقفل الاول موضوع فتره اعداد وبعدين نخش في الاستثمار، لان دي حاجه، ده شق وده شق تاني خالص. تمام. انا عايز اقول ايه بالنسبه، انا ممكن اللعيب يتظلم وممكن المدرب يتظلم في فتره اعداد، بمعنى وانخدع. بمعنى انا لو لعبت فرقه كويسه وهي بتمرن كويس من خلال فتره اعداد محمله كويس، وجات فرقه بتلعب ماتشات بس، هتمسك الفرقه اللي بتتمرن وبتلعب ماتشات تمسكها تنفضها. ليه؟ انه تعبان، لانه محمل. لكن انت ما تتمرنش تلعب ماتشات بس فهتبقى كويس. هنيجي العكس، فتره المنافسات لما هتيجي اللي اتمرن ولعب ماتشات هتلاقيه مستواه عالي جدا ما يتعورش ويكمل 90 دقيقه. لكن اللي ما اتمرنش وبياخد مثلا يوم ويوم ويومين 3 يلعب ماتش، هتلاقيه اخر 5 دقائق في الشوط الاولاني هتلاقيه سلم نمر، اول ربع ساعه من الشوط الثاني هتلاقيه خلاص بقى يشتم في اللاعيبه ويزعق للحكم طب ده ياخدنا يا كابتن حماد، اي مدير فني في اي فرقه ايا كانت عنده القدره انه يعمل فتره اعداد، ولا لازم يكون في مدرب احمال موجود في كل فرقه؟ بالنسبه للاعباء الاعباء الماديه الاعباء الماديه على النادي ما بتبقاش متاثره انك تجيب مدرب حمل بس. ليه؟ ان مدرب الاحمال المفروض ان انت ده مهم جدا، وهتلاقي بره كل شغال مدرب احمال. حتى اللي بيجي هنا كمان بالنسبه للناس الاجانب اللي بيبقى فيه الاهلي والزمالك معاه مدرب احمال. ليه؟ بتشيل على المدرب حاجه ثانيه خالص، عبء كبير. بس احنا العبء يعني المدرب المصري زي ما بنقول كده ما شاء الله واخدها من الباب للشباك او بياخدها. هم هناك في تخصصات فتره الاعداد بالنسبه للمدرب البدني بيبقى فتره اعداد عالي جدا، والمهاري والخطط بيقل. لما نخش في فتره مواساه البدني بيقل والمهاري والاعدادي بيزيد. صح. ده اللي احنا اتعلمناه. فانت في الاول محتاج مدرب الاحمال يبقى معاك. ليه؟ عشان احط لك الحمل اللي هيقدر اللعيب يقدر ينفذ متطلباتك كمدرب. تمام. فبالتالي انت بتسيبه يشتغل طول فتره الاعداد، وانت بتحط في فكرك بالنسبه للحاجات الخططيه كمدرب. هنيجي بقى فتره المنافسات، البدني بيقل والخططي والمهاري بيزيد. عشان ايه؟ عشان تنفذ اللي في دماغي بياخد الوقت الاكبر للخطه اللي انا هلعب بيها. مع ايه؟ ما هو اللي بيعمله بقى مدرب الحمل؟ بيحافظ على اللياقه البدنيه طول الموسم ما تقلش. ليه؟ انها ممكن لو ما فيش تمرين كويس تقل، فلما تقل مش تقدر تنفذ اللي هو بيتقال لك عليه. احنا بنشوف هنا الماتشات الاوروبيه كلنا متابعينها يا كابتن نادر، هتلاقي كام واحد بيقعد على الارض؟ نادر انه تشوف حد. طب كام مره الدكتور بينزل يا كابتن نادر يا كابتن عبد الحميد؟ بالتالي ما صدفتش يعني قليل جدا يعني. كام فاول؟ كام زعيقه للحكم؟ مفيش. ده حتى المدرب يبقى واقف بره في منتهى الشياكه تحس انه عريس يعني بدله كانه نازل عريس. الراجل اتمرن كويس، اتهيأ كويس نفسيا وبدنيا ومهريا وكل حاجه. ليه؟ اللعيب المفروض احنا عندنا هنا شبه احتراف، للاسف مش احتراف. احنا عندنا احتراف للمبلغ اللي بيدفع فيه اللاعب، لكن كلاعب ما عندناش احتراف. المنظومه مش كامله. كنظام احتراف في النادي ما عندناش احتراف. عقليه اللاعب المصري بالنسبه لهنا الاحتراف، انا اسف اللي بقول، فاشل. ليه؟ المدرب